انت ليلى مرات عماد اخويا الله يرحمه؟ ايوه انا. خدوا بنتي ورموني في الشارع. خلوهم يدوها لي. انا مش عايزه اقعد هنا، بس عايزه بنتي معايا. اسلام بص للناس اللي بتتفرج عليها وقال بحده: في منك ليه؟ كل واحد فيكم يخليه في حاله، وانتي تعالي ورايا. ودخل البيت بالمفتاح بتاعه وليلى وراه، وكانت امه قاعده هي وايمان بيتكلموا وكانوا بيشربوا شاي. واول ما شافوا اسلام قامت ايمان وقفت وقالت: الحمد لله على سلامتك يا اسلام، نورت البيت. مين اللي طلع ليلى بره البيت يا امي؟ انا. البت فاكره نفسها من كبار البيت وبتعلي صوتها على مرات اخوك، وبعدين انا كنت مخليها عشان اخوك الله يرحمه، عشان تخدمه وتشوف طلباته. بس خلاص، اخوك الله يرحمه قعدها ليه؟ عشان بنتها. ما نبقاش احنا كبار الحته هنا ونظلم ونفتري على الناس. ليلى هتقعد مع بنتها وهي واحده من البيت ده. ليلى، روحي لبنتك. وانت يا ايمان اطلعي يلا على اوضتك فوق. سمعوا الكلام وكل واحده فيهم راحت لاوضتها، وليلى بسرعه جريت على بنتها. وكوثر قالت لاسلام بهدوء: تعال اقعد جنبي كده، عايزاك في موضوع مهم. قعد اسلام وقال: هو علي فين؟ راح المصنع بيشوف مشاغله. عجبك البت يا اسلام؟ بنت مين اللي عجباني؟ قصدك ليلى؟ ايوه هي. ابعت اجيب مأذون وخليك تكتب عليها على طول، وهتربي بنت اخوك في حضنك، وتجيب لك حته عيل انت كمان. انت عارفه ان قافل موضوع الجواز ده خالص. انا مش هتجوز بعد مرات الله يرحمها، وبعدين انا مش مستقر هنا. انا بسافر كل يوم والتاني المكان مختلف. اتجوزها ازاي وشحطتها معايا؟ الاسم يبقى لك واحده ست هنا تيجي عليها. البت صغيره وحلوه، تيجي نص عمرك يعني، هتعوضك السنين اللي عشتها عازب دي. وبعدين مراتك عدى عليها 15 سنه، وانت خلاص العمر بيجري بيك. اقفلي الموضوع ده يا امي، انا مش عايزه اتجوز. يبقى ما تتدخلش في اللي هعمله فيها، ان شاء الله حتى ارميها في الشارع لكلاب السكك، مالكش دعوه. اللي انت عايزاه اعمليه، شيلي ذنبها بقى. قال كلام وسابها وطلع اوضته. وقبل ما يدخل اوضته شاف باب اوضه ليلى مفتوح، وكانت شايله بنتها وبترضعها. وللحظه بصلها بطريقه مش كويسه، ولما هي اخدت بالها اتخضت جدا، وبسرعه ادته ظهرها ونيمت بنتها، وقامت قفلت الباب في وشه. فتوتر وقال لنفسه: في ايه؟ منك لله يا امي، خليت الشيطان يلعب في دماغي. وبعد شويه دخلت عندها كوثر وقالت لها بجمود: انا دخلتك البيت ده تاني عشان اسلام بس توسط لك عندي، بس اسلام يوم والتاني ومسافر، وكمان هو قال لي اعمل فيك اللي انا عايزاه. انا لو رحت بلغت هاخد بنتي ومحدش هيقدر يحرمني منها. انت مالكيش اهل، وممكن باي طريقه اثبت انك بنت حرام وما عندكيش بيت، وهتقعدي ببنتك في الشارع، وحبايبنا كتير، وبأقل واسطه هتبقى حضانه بنتك ليا انا. هو انا عملتلك ايه مزعلك مني كده؟ انا من وقت ما اتجوزت ابنك عماد وانت بتعامليني كأني خدامة، ودلوقتي عايزة تحرميني من بنتي. ليه كل ده؟ بلاش شغل الصعبانيات ده. انا ممكن اخليكي تقعدي هنا في البيت ده وانت هانم، ومحدش يقدر يدوسلك على طرف. ليلى بصت لها بعدم فهم، وكوثر قالت: بتبصلي كده ليه؟ هو انت مش نفسك تبقي واحدة من البيت ده وتبقى راسك براس ايمان، بدل ما هي بتعتبرك خدامة عندها؟ انا عايزة اعيش واربي بنتي من غير اي مشاكل. كلكم هنا فوق راسي واحسن مني، بس ما تبعدنيش عن بنتي. الحل انك تتجوزي اسلام كبير المنطقة دي، واللي كلمته بتمشي على الكبير قبل الصغير. نعم، هتجوز اسلام، بس هو اخو عماد اسمعيني يا ليلى، يوم ما جيت الملجأ انا نقيت احلى بنت عيني شافتها عشان اجوزها لعماد ابني. عماد كان معاق ايوه، بس انا كنت عايزه اقطع لسان الناس لما جوزوا بنت صغيره وحلوه ومتعلمه، وكنت هتعيش على طول هنا. لكن هو راح بقى عمره كده، وانت كتر الف خيرك جبت منه بنت سليمه. لكن قعدتك هنا وانت ارمله وحلوه وصغيره من غير راجل ما تنفعش. وانا مش ناقصه علي يعمل فيكي حاجه وتبقى مصيبه، وما اقدرش اخليه يتجوزك عشان مراته وعياله وبيته ما يتخربش. فالحل انك تتجوزي اسلام.
لو ده الحل عشان أفضل مع بنتي أنا موافقة. أيوة هو ده الحل، بس إسلام مش موافق. وعشان تفضلي مع بنتك انت وشطارتك بقى انك تقنعيه. نعم، هقنعه ازاي وهو مش عايزني؟ بأي طريقة، زي ما خليت علي يبقى عايزك خلي إسلام كمان. استغفر الله العظيم يا رب. يا حاجة كوثر، والله العظيم أنا ما كان في نيتي لا علي ولا إسلام. كل اللي عايزاه إن أفضل جنب بنتي وبس. أنا ما بخرجش من الأوضة دي غير وأنا بالعباية والطرحة وكلامي مع علي وأنا عيني في الأرض. ذنبي إيه بقى إنه فكر فيها بطريقة مش كويسة، وجيت واشتكيت لك منه إن هو بيحاول يقرب لي وإنتي بتغلطيني؟ ذنبي إيه بقى أدفع نتيجة غلطه معايا؟ وهو لما تبقي مرات إسلام مش هيقرب لك. خدي بنتك في حضنك ونامي دلوقتي، وبكرة الصبح قبل ما حد يصحى تروحي الإسلام أوضته وبأي طريقة تقنعيه يوافق يتجوزك. يلا تصبحي على خير. قالت كوثر كلامها وبعدها خرجت، وليلى فضلت تعيط وهي نايمة جنب بنتها. وتاني يوم الصبح وقبل ما حد يصحى